كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نعيد على كل احبابنا الصغيرين والكبار بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وكل مكوناتها موجودة عندنا في البيت. انا جبت الكوبايات الورق دي، بتتباع عند بتوع الاكياس. 50 كوباية تقريبا ب20 جنيه. قصيت الحلقة اللي بتكون موجودة فوق او الدعامة اللي بتبقى منشفة الكوباية من فوق، قصيتها وبعد كده تنيتها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، ورجعت دخلت الدعامة دي جوه وقفلت. وفي النهاية هدبسها من الشمال واليمين. بقى عندي احلى شنطة او فانوس شكله حلو جدا، ممكن نقدمه للاطفال ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، سواء في العيد او في اخر رمضان، ونحط فيه الحاجة اللي موجودة عندنا. انا هنا جبت شويه بونبوني وشيكابون، جبت نوجا، جبت شوكولاتات، جبت مارشميلو، جيلي كولا. آه بصوا ايه يعني، هي تشكيله كده من البونبونات والحاجات الحلوه. آه كل كوبايه فيهم هبتدي احط الحاجه اللي انا عايزه احطها، واقفل عليها في الاخر. ده كده جيلي كولا ومارشميلو. الحاجات دي جبتها، في حاجات جبتها من فتح الله وحاجات جبتها من عند خالد الحلواني. بتتباع عند المستلزمات الحلوانيه بالكيلو. بعد ما حشيتها وقفلتها وطمنت خلاص ان هي اتقفلت كويس من على الجنبين، ابتديت احط فيها الرباط بتاعها اللي كان من فوق، او الحلقه بتاعه الكوبايه اللي كانت من فوق. الكلام ده كله طبعا ورق. هدبسها شمال ويمين عشان ما تطلعش. بقى منظرها جميل جدا. طبعا انتي بقى عندك بيبقى عنده تشكيلات كتير جدا من الاشكال بتاعه الكوبايات ديت، اختاري الشكل اللي يناسبك. هنا بقى كده هخلص بقيه المجموعه كلها، لان انا كنت عامله كميه كبيره. قصيتهم كلهم وابتديت احشيهم كلهم مره واحده، وهقفلهم كلهم برضو تاني، وهبتدي بقى ان احنا نوزعهم. مش عايزه اقول لكم بتبقى مفرحه جدا، شكلها حلو ولذيذه. واحلى ما في الموضوع ان الكرتونه بتاعتها مش مكلفه عليكي. يعني لو احنا حسبناها مش هتلاقيها واقفه عليكي ب4 جنيه الكوبايه دي او 30 قرش. بالنسبه بقى للحشو بتاعها، انتي بتحشيها بالحاجه اللي موجوده عندك. شوكولاته، بونبوني، ممكن نحط فيها بتفوريه وبسكوتيه صغيره. ممكن نحط فيها ملبس، الحاجه اللي متوفره عندك. وكل سنه وانتم طيبين.